بسمة يوسف. بسمة متولي، قولي يا بسمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايزة يا شيخ تفتيني فتوى لأهلي. أنا أخويا. قولي تاني قولي تاني. كنت عايزة يا أستاذ يا دكتور أو يا دكتور بس أو يا أستاذ بس، أنا مش شيخ يا حبيبتي. حاضر. كنت عايزة يا أستاذ يا دكتور أيوه تفتيني فتوى. قولي. أنا أخويا توفى بقاله دلوقتي 26 يوم. الله يرحمه. يا رب. أيوه. كان تزوج لمدة 5 شهور. مراته كانت زوجة عافية. كانت زوجة إيه؟ عافية. كانت زوجة عافية؟ يعني هو تزوج ل5 شهور بالظبط، كانت معيشة في نكد. يعني هو اتجوز 5 شهور. مالها مراته بقى؟ مالها مراته؟ كانت معيشة في نكد على طول. خناق معانا وخناق معاه. أي يا حبيبتي. في يوم بيسألها انت ليه بتعملي كده؟ أيوه. قالت له اصل وانا بنت جالي شلل. اهلها خبوا علينا لما جه تزوجت. فأثر الشلل عليها يعني قصدك؟ على حالتها النفسية. أيوه. صبر عليها واستحملها. أيوه. فلما بقت حامل فجينا في يوم اتخانق معاها، فراحت داخله في الاوضه وسابته في اوضه ثانيه وقعدت تنط من على كنبه الانتريه وقالت له انا عايزه انزل الجنين ده، انا مش عايزاه. ده اللي هو طبعا ده اول حمل، يعني اول حمل ليها قعدت تتنطط عشان تسقط يعني. انا مش عايزاه. يعني بتسقط نفسها. كانت عايزه تسقط نفسها. فقال لها انت بتعملي كده ليه؟ ايوه. هو قاعد معانا في بيتنا. ايوه. شقه في بيتنا. ايوه. ليه شقه في بيتنا؟ ايوه. المهم فوالدتي قالت لها انت بنتي بتعملي ليه كده، وحيد الله ومش عارف ايه وايه، وهدينا الموضوع. طيب. فجيت تاني يوم اخويا قال لها يا ماما، طلع لماما فقال لها انتوا اتصالحتوا مع بعض؟ قال لها لا يا ماما، بصي خليها تروح يا ماما عند اهلها، لما اعصابها تهدأ بقى اجيبها. طيب. المهم اخويا الله يرحمه مشي على شغله، وهي ماما قالت والدتها جت خدتها من البيت هي ومرات اخوها. بعدها ب8 ايام راحت رافعه عليه قضيه نفقه. طيب. وهي كانت قبلها بتكلمه بالليل وقال لها انا هاجي اخدك وما دام انت هديتي واننا يتربى بينا ومفيش اي حاجه. تاني يوم بالظبط جاله اعلان من المحكمه ورفع قضيه نفقه. طيب. عدينا قضيه النفقه وبابا قال له نصلحها يا ابني عشان دي واحده حامل، لازم نصلحها ولازم نشوف الدنيا فيها ايه. كويس. المحامي راحوا كذبوا علينا وقالوا المحامي بره المنطقه اللي هم فيهم، طلع المحامي في نفس المنطقه. راح طيب. والدي وراح اخويا وراح اخويا التاني، كان معاه جوز عمتي وابن خالي. ايوه. عمها الكبير اول ما شاف اخويا الله يرحمه اخويا التاني هزقهم. وايه شاف اخويا؟ هزقهم، شتمهم في عمها. عمها. ايوه. ليه هزقهم ليه؟ بتاع دوت هو دخل قال السلام عليكم وقال عليكم السلام، اخواتي معمول سلموا عليه. لا يعني عملوا ايه في بنت اخوه عشان ما عملوش اي حاجه والله. ايوه. طيب. ما عملوش اي حاجه. معلش منفعل بقى ويمكن حكوا له حاجات. وقعدنا نتكلم. اكتشفنا اخويا اكتشف وهو قاعد عند المحامي ان هي رافعه عليه قضيه تمكين وواخده فيها حكم 6 شهور. ايوه. المهم الطلبات اللي كانت موجوده ايه؟ عايزين شقه بره بيت اهله. يدفع 100,000 جنيه. يجيب لها ذهب غير ذهبها اللي هو كان جايبه لها ساعه لما خطبها. ايوه. الشقه تكون باسمها. تمام عشان ترجع. كويس. راح والدي قال له طب بيننا وبينكم المحاكم وما دام انتوا رافعين قضيه تمكين على ابني. راح جه للمحامي بتاعنا. ايوه. راح شاف بعدها على طول بعد ما خدوا حكم راحوا رافعين قضيه تمكين على اخويا. ايوه. قضيه التمكين اتحكم فيها هما الاثنين يقعدوا في الشقه. ايوه بالظبط. المهم جت خلفت معلش يا منى خليها براحتها عشان اتعود على بكره ان انا اسيب كل واحد بيتصل براحته، فهشوف نفسيتي شكلها ايه. قولي يا حبيبتي. المهم بتاع دوت جينا عرفنا ان هي ولدت، جالنا اختبار بالولاده. واد ولا بنت؟ ولد. وسموه ولا انتوا اللي سمتوه؟ لا هم اللي سموه. على اسم مين؟ يبقى باباها على اسم باباها؟ لا 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 لا. ولا على اسم باباك انتي؟ ولا على اسم بابايا انا. الولد اسمه مازن. طب ما اسم حلو. هو اخويا كان نفسه يسمي مازن. مش مهم الاسامي يعني. المهم جالنا في الاختار مروان. ايه يا حبيبتي؟ جالنا في الاختار اسمه مروان. طيب المفروض عشان الولد يتكتب لازم الولد يجي لنا. عشان ايه؟ عشان الولد يتكتب لازم يجي لنا عشان التحاليل حضرتك عارف اللي بيحصل في والبتاع الحاجات اللي هي بتحصل دي. لا ليه عشان ايه؟ جينا
جينا قالوا بعينكم ان انتوا تشوفوا الولد، هاتوا صوره بطاقه ابوه واحنا نكتب. ممكن وارد ده. فراح اخويا قال لا انا عايز اشوف ابني، قالوا بعينك ان انت تشوفه. راحوا القسم راحوا عاملين محضر وكاتبين الولد. وكاتبين ايه؟ راحوا القسم عملوا محضر وراحوا كاتبين الولد. وكتبوا الولد بمحضر يعني؟ بمحضر في الاسم، اما بيكون في خلاف بين الزوج والزوجة. ماشي يا حبيبتي ماشي. المهم تسجل الامور وطلعت له شهاده ميلاد. جينا ساعه وفاه اخويا ايوه اتصلنا عليها قلنا لها محمد مات، هاتيه عايز يشوفه. ما رضتش تجيبه. الله يرحمه يا حبيبتي، وربنا يرزقه من الحور باحسن منها واحسن من كل بنات الدنيا يا رب. امين يا رب يا حبيبتي. اتفضلي. ما رضتش تجيبه. جابت الولد رابع يوم وفاته، من تاني يوم تتصل عليا وتقول لي هو ما جاش شافه ليه وانتوا عملتوا فيا. ده بعد ما مات؟ والله العظيم ما عملنا فيها حاجه. لا حبيبتي ده بعد ما مات بتقول لي كده؟ ما جاش شافه ليه؟ ما جاش شافه ليه. طب صحيح، طب ما تخليني ثانيه بس، ما تخليني اسالك السؤال ده، هو ما راحش شافه ليه؟ والله كان بعت ناس صحابه يصلحوا. لا بغض النظر عن الصلح، يعني كان خد شويه موجات ولا حاجه ولا سكر وكيلو الا ربع زبده من سياحه عشان دي والده وفرختين، وراح بسها من قريتها عشان ممكن تكون عرقانه جامد، قصدي اسف من ايديها، وقال لها الحمد لله على سلامتك، ومسك الواد برضه بس صوابعه كده ليه وهو كان شايل طبعا، كان شايل. لا ابدا الله يرحمه. بالعكس هو كان بيقول عشان خاطر ابني انا هعيش معاه. ما هو كان بيقول، ما هو ما سمع. ممكن نعمل حوار صغنون والله بقى، انا مش بقاطعك اهو بقى، ده انا اديتك الحلقه كلها، انا بس عايز اقول لك حاجه، يعني ممكن نعمل حوار صغنن كده. هو قال لك انتوا عارفين خيبتنا، حطوا قوس بس على خيبتنا، ان انا اقول لاختي لا ده انا عشان خاطر ابني ده انا استحملها واعيش معاها. لا ما قاليش انا. لحظه واحده يقول للدنيا بس ما قالهاش، ما هي ما وصلهاش، هي مش هتنجم. اللي حصل كان كالاتي، انا فاهم حضرتك. اللي حصل انا البنت دي في بلدنا اهل والدي كانوا هناك، قالوا احنا لو شفنا محمد هنضربه بطلقه. يا نهار اسود كده اهو. لو شفنا محمد هنعمل ونسوي فيه. عشان عمل ايه؟ طب ما انا عايز بس كلمه. ما عملش حاجه عشان ستر بنتهم. عشان ما عملش حاجه؟ والله ما عملش. ياخد طلقه؟ اخويا الله يرحمه طيب. ده ايه الاوبز الدايركشن ده؟ اخويا طيب جدا، كان مهنيها. حبيبتي انت اتجوزتي ولا لسه اكيد؟ انا مخطوبه. انا عارف، انا حسيت كده. عشان نخليها احسن واحده في الدنيا. احنا على فكره والدتي كانت بتعاملها كويس جدا. المهم ساعتها ما رضتش تجيبه. ابوها جه تاني يوم الموت انا عايز حق بنتي وعايز حاجه بنتي. والدي قال له والدي راح قال له مش دي اغلى من الراحه، خد اللي انت عايزه. جم الجمعه اللي فاتت خد الحاجه كلها اللي هم قالوا عليها. خد العفش كله بحاجتها بحاجه اخويا بكل حاجه. كانوا عايزين يعملوا خناقه باي طريقه. المخرجه بتقول لحضرتك في مكالمات. انا اسفه معلش. لا معلش انا ببلغ بس. ماشي. يعني نحاول نختصر شويه. او السؤال ايه يا حبيبه قلبي؟ قولي لي. دلوقتي احنا اديناها العفش كله. ايوه. هم طالبين مصاريف الولاده، وطالبين دلوقتي كان هي سايبه الدبله بتاعتها في الشقه واخويا خدها باعها. قولي تاني كده حكايه الذهب دي. الدبله الذهب بتاعتها. دبلتها كانت سايباها. فمحمد الله يرحمه باع الدبله بتاعتها. خدها باعها. لا ترجع لها دبلتين مش دبله. ومصاريف الولاده عليكوا يا حبيبتي، ومصاريف الولاده عليكوا، ده ابنكوا حتى لو راحوا ما شفتهوش العمر كله. ايه تاني طيب قولي لي؟ طيب والمتاخر عليه برضه. والمتاخر عليه وهتورثه كمان يا حبيبتي، لانها مات وهي على ذمته، حتى لو كانت بتضرب بالشباشب لاخته وخطيبك راخر خد لا قدر الله شبشبين ولا حاجه في العركه، اسمها مراته يا حبيبتي، وهتعتد منه وهتقعد 4 اشهر و10 ايام لو منى عينها تتجوز ما تقدرش تتجوز لان ده حد الله عليها. بس احنا اللي مكتوب علينا، احنا اللي كتبناه بايدينا، مش ربنا اللي كتبه، ان احنا ما بنعرفش نعيش. فربنا سبحانه وتعالى بقى ما قالش ايه؟ الفشل اللي زيكم يستثنون من احكام شريعتي. لا، مراته وما شافهاش الا الليله السوداء اللي جاب فيها مروان، تورثه نص وثلاث ارباع، ما حدش حاشو عن حضنها بقى، يعمل الاعيب شيحه، الاعيب عبد الشكور، يبوس ايديها، يقعد تحت الشباك يغني، يلعبها، يجيب لها حته كفته اللي هي بتاعت الجمل دي والصوابع الحلوه، يعمل تباريح البيله بقى، يطبطب عليها، يا يطلعها في ساعتها واديها حقها. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا
وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فمصاريف الولادة علينا، ده ابننا، وذهبها ده هو اداهولها، ولا يمكن كان هيشوفها إلا بالذهب، فالذهب جزء من الصداق، والصداق حقها، وبمجرد إنه يدخل عليها ليلة بيضة أو ربع ساعة لازم يديها المؤخر بتاع الصداق بتاعها، يبقى في رقبته لأقرب الأجلين، يعني ربنا يديله الصحة والفلوس، مش الأجلين يعني موت وطلاق، لا، ربنا يديله فلوس فيديها، أو يجي يطلقها فيديها. هذا الحق. هي مات، هي أرملته دلوقتي، وابن أخوك يتيم، وزي ما قلت لك إحنا كلنا، أنا بعتبر نفسي واحد منكم، يعني كلنا فشلنا في هذه الزيجة. ما حدش كسر ضرب بالنار يجي أضربه، نهزق بعض، نجري، تمشي تروح ما تجيش بتاع، تبعت تروح ترفع قضية. كل دي من حاجة أنا كتبتها وطبعتها اسمها النكد أسبابه علاجه. إحنا صناع النكد، بدل ما نبقى صناع الكحك والبسكوت في عيد رمضان، وصناع الفتة الجميلة والكسكسو اللي إن شاء الله نفطر عليه بكرة هنا في دريم. أنا مش هكون صايم، مش قادر، عندي الدعامات وعايز مية بالهبل، لكن أفطر الصايمين يمكن أخد ثواب، جايز أخد ثواب، شور أخد ثواب إن شاء الله رب العالمين. قولي إيه ست دعاء؟ قولي يا دعاء. ألو؟ ما احنا ما خدناش كتير اهوت مع بسمة. ليه بقى ما بنسيبش الناس تتكلم براحتها، وتاني يوم وتالت يوم والساعة 4:35 راح الدعاء